النهارده هنتكلم في موضوع من أهم الموضوعات اللي يمكن بتوقف ناس كتير قوي. وقفتني أنا شخصيا سنين كتير. الموضوع اللي هنتكلم عنه النهارده هو رأي الناس فيا. الحاجة اللي ياما يعني وقعت أجيال. أنا خايف أعمل أي حاجة عشان خايف من رأي الناس، خايف الناس هتقول عليا إيه. هو أنا لو عملت حاجة زي كده الناس هتتكسف؟ طب الناس لما تيجي أصلا، وفعلا أنا لو عملت أي حاجة الناس بتيجي تديني تعليقات سلبية، هل ده هيأثر فيا؟ وتأثيره عليا، حجم تأثيره عليا هيكون عامل إزاي؟ أيا كان نوع الحاجة اللي أنا بعملها. الموضوع ده من أكتر المواضيع اللي يمكن بتأثر علينا في الأداء بتاعنا، بتأثر على تجاربنا الجديدة. أنا بفكر إن أنا أعمل حاجة معينة، أشتغل شغل معين. ف... ف... فيجي رأي الناس أول ما حد يتريق أو حد يقول أي حاجة يوقفني. فكر إن أنا أعمل لشغلي إن أنا أكتب حاجات معينة، أنقل خبرتي اللي موجودة. فلما أجي أنقل خبرتي الناس تبدأ تقول لي اللي أنت بتعمله ده، فده يوقفني. بفكر إن أنا أشتغل أي حاجة خارج المألوف وخارج المعتاد اللي الناس كلها اتعودت عليه. أول ما أفكر إن أنا أعمل أي حاجة مختلفة بلاقي على طول الآراء المختلفة بتاعت الناس. في اللي هيقول لي، في اللي معايا وفي اللي ضدي، في اللي شايف اللي أنا بعمله صح، في اللي شايف اللي أنا بعمله غلط، في اللي عنده نصيحة. وآراء مختلفة كتير قوي بنقابلها، سواء الصح منها أو الغلط. ده دايما بيعمل لنا إيه؟ بيعمل لنا دوشة كبيرة قوي في دماغنا، اللي هو أعمل إيه؟ يعني أنا دلوقتي أكمل ولا ما أكملش؟ لما حد بيكتب لي رأي سلبي ببدأ أفكر هو فعلا معاه حق أصلا في اللي هو بيقوله ولا لأ. مش يمكن أنا كده، مش يمكن الحاجة اللي هو بيقولها دي صح وأنا اللي مش واخد بالي. لا، أنا هوقف المرة دي وأجرب مرة تانية لما أطور النقطة اللي حد بيقول لي عليها. خلينا الأول نبدأ إن إحنا نفكك الموضوع ده لشوية حاجات. أول حاجة، هي ايه النقطة اصلا اللي لو عندها انا وصلت لها اقدر اقول ان انا كده كفء او مؤهل ان انا اتكلم في اي حاجة او ان انا اعمل شغل معين؟ ايه النقطة ديت؟ في الاخر احنا حتى لو بنتكلم حتى ايه اللي احنا مأمورين بيه، فاحنا حتى مأمورين بنقل اصغر الحاجات اللي احنا نعرفها. يعني في آية في القرآن الكريم بتتكلم عن بتتكلم عن اليهود، كانت بتتكلم عنهم، بيقول لك لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هو الموضوع بقى بهذه البساطه. انا دلوقتي عارف حاجه معينه، لما بتكلم فيها او لما بعملها لحد تاني بنقل له الخبره اللي انا اتعلمتها. انا عدت عليا تجربه، فالتجربه دي بحاول ان انا اعلمها لحد تاني. فهو ده كل اللي انا بعمله، او ده دوري الكبير اللي انا جاي اتكلم فيه مع حد تاني. في ناس بقى هتتقبل ان انا بعمل ده، وفي ناس تانية مش هتتقبل. في ناس هيبقى عندها وجهات نظر كتير. فوجهات النظر ديت انا محتاج ان انا اتعامل معاها. طيب، اتعامل مع وجهات النظر دي ازاي؟ او اتعامل مع كلام الناس ازاي؟ او رأي الناس فيا ازاي؟ اول حاجة، انت ماشي في الشارع. يعني انا بعتبر ده اهم حاجه خلتني اقدر ان انا اكمل لمده 10 سنين دلوقتي في شغلي اللي هو الاساسي في البيزنس. على الرغم من ان انا خسرت كتير وكسبت برضو كتير زي ما خسرت. ففعلا في لحظات بتيجي للانسان، فعلا لحظات ضعف. ايه اللي بيخلي الانسان يكمل؟ اول حاجه ان هو يعتبر ان الكلام اللي بيقابله بتاع الناس ده هو زي كأنه ماشي في الشارع. فهو في ضجيج حواليك في الشارع، في ناس بتتكلم وفي عربيات وفي محلات وفي اصوات كتير قوي. هل الاصوات دي بتعنيني في حاجه؟ لو بقت تعنيني فانا ممكن ما امشيش في الشارع. طيب، هل انا همشي في الشارع؟ اه، همشي في الشارع. طب هل الضجيج ده هسمعه؟ لا. لو سمعت الضجيج ده وقعدت اركز مع كل واحد بيعمل حاجه في الشارع او كل عربيه بتعدي وقعدت اعلق عليها، بالتالي انا يعني مش هقدر انزل. هيجي لي فوبيا ان انا اتحرك في اي مكان تاني. فاول حيله نفسيه او اول طريقه للتعامل مع الصوت اللي بنقابله بتاع الناس حوالينا او الاراء، ان انا اعتبرها زي ضجيج الشارع. الناس كلها بتتكلم حواليا، فانا مكمل في طريقي ايا كان بقى الناس بتقول ايه او ايه الحاجه اللي هم بيعتقدوها. يعني مش فارقه كتير يعني. كده كده انا يعني يعني قولوا اللي انتوا عايزينه في الاخر. I have a plan. خلاص، انا عندي خطه، انا هشتغل عليها واكملها. تمام. فدي اول حاجه. الحاجه التانيه، النقطه التانيه ودي في غايه الاهميه، ان انا دايما اكون بفكر هي الناس ليه بتقول كده، وهل الناس اللي حواليا قرايب او اصدقاء او ايا كان بيقولوا الكلام ده بناء على خبره ولا بناء على انطباعات. الناس دايما بتتكلم، لازم نبقى حاطين في اعتقادنا كده ان الناس دايما بتتكلم عن انطباعات. يعني ايه انطباعات؟ يعني ناس هو شايف من وجهة نظره ان هو محتاج يقول الحاجه ديت، او انطباعه كذا.
يعني مثلًا حد بيقول لي أنا عايز أفتح محل في المكان الفلاني، فأنا باقول لحد أنا عايز أفتح، حد يقول لي لأ ما تفتحش في المكان ده، لإن المكان ده كل الناس اللي جات فيه خسرت. أيوه حضرتك عرفت منين؟ مين كل الناس؟ يعني تقصد بكل الناس دول 1 والّا 2 والّا 3؟ طب وقستها إزاي؟ يعني هل أنت عملت بحث سوق فعرفت إن كل الناس، فده based on facts اللي هي أرقام موجودة معاك، فبناءً على الأرقام ديّة أنت جاي بتقول لي النصيحة ديّة، والّا أنت بتقولها لي على وجهة نظر؟ لأ أنا خايف والله إن أنت تعمل ده عشان لو مش عارف مين فلان كان عمل قبل كده فخسر. أوكي، ما هو أنا ممكن أعملها وأكسب عادي يعني، ما هو في برضه حد تاني عملها وكسب. فبالتالي آراء الناس دايمًا بتكون ليها علاقة الانطباعات، مش وجهات النظر، مش مبنية على حقائق، مش مبنية على حاجات فعلية قابلوها في حياتهم. فبالتالي ودي تاخدنا للنقطة التالتة، إن أنا دايمًا أحدد مين اللي أسمع منه. تمام؟ أنت مين يا عم أنت؟ أنت مين؟ يعني حضرتك مين؟ أنا دلوقتي محتاج أعرف أنت مين عشان تيجي تنصحني، وأنت مين ديّة مش تقليلًا من حد، ولكن أنت مين ديّة انا دلوقتي بشتغل في البيع مثلا، بشتغل في السيلز مثلا، بشتغل في الماركتنج، بشتغل في الاوبريشن، بشتغل في الاتش ار، بشتغل في البيزنس. تمام؟ آه، حضرتك ما عندكش اي خبره في الموضوع ده، فجاي بتنصحني بناء عليه. يعني حضرتك تعالى قول لي اي حاجه انت عملتها في النقطه ديت، اقدر ان انا اسمعك لما تيجي تكلمني. يعني ما تجيش تقول لي ان انت اللي انت بتعمله غلط وانت عمرك ما جربت ولا دخلت الملعب بتاعي. ما تقوليش انت كده عمرك ما هتعرف تبيع، وانت عمرك ما بعت برايه، ما بعتش قلم في حياتك، تعرف منين ده بيبيع ولا ما بيبيعش؟ وبالتالي فالنقطة الثالثة هي ان الشخص، ان انا احدد نوعية الاشخاص اللي فعلا رأيهم مهم بالنسبة لي، اللي فعلا ممكن انا اصلا اللي اروح استشيرهم. طب باقي الناس هو الضجيج اللي معمول في الشارع اللي انا لو سمعته هكمل. هل ده معناه ان رأي الناس ملوش قيمة؟ لا، ممكن يبقى له قيمة احيانا، ولكن القيمة النفسية بتاعتنا احنا، نفسيتنا من جوه، ان انا اقدر اكمل، هي اهم من كل الكلام ده. فعشان اقدر ان انا اكمل، انا محتاج ان انا لفترة معينة اعمل اجنور شويه للنقطه ديت، اقفل دماغي، ودني ديت اخليها مفتوحه من الناحيتين، فالكلام اللي بيدخل من هنا بيطلع من الناحيه الثانيه. لمعظم الناس الا قليلا من الناس اللي انا عارف ان هم كلمتهم هتبقى مؤثره، نصيحتهم هتبقى فعلا مؤثره، نصيحتهم هتبقى في محلها. والنقطه الرابعه اللي محتاج تاخد بالك منها، ان نفس الناس اللي بتنتقدك النهارده هي اللي بكره ممكن تكون بتسقف لك. مش فارقه. ليه؟ لان نفس الناس، احنا اتفقنا قبل كده ان الناس بتتكلم بناء على انطباعات، فهي لما تشوفني ان انا ببدا، فالناس، الجمهور ما بيجيش لحد لسه بيبدا، مفيش حد يعني مفيش حد بيجي لوحده. احنا لو جينا نشوف مثلا في قصص كل الانبياء، هنلاقي ان كلهم هم اولا كانوا لوحدهم بطولهم، ثانيا اول حاجه قابلوا مخالفه من قومهم، او قابلوا مقاومه من الناس اللي هم رايحين. مش حد هروح اعمل تجربه جديده حتى في البيزنس. يعني احنا عندنا في البيزنس لما اجي اعمل حاجه جديده، بعمل حاجه اسمها كريت نيد. انا بخلق الحاجه بتاعت العميل. مش حد هيتقبل ان انا براند لسه جديد وجاي ابيع حاجه معينه، وفي حد تاني سابقني بسنين كتير قوي بيبيع نفس الحاجه، فهيتقبلني انا لوحدي كده عشان انا حلو. يعني مش حدش يتقبل ده الكلام ده. تمام؟ فعشان اكون انا حلو وكويس، لازم اكون بقول له ايه القيمه المضافه اللي عندي، لازم اعرفه بنفسي، لازم اتكلم. طب انا عشان اقدر اعمل الحاجات ديت لازم اعرف الناس، لازم صوتي يكون مسموع. طب انا عشان صوتي يكون مسموع لازم اتجاوز التحديات بتاعه المجتمع، لان تحديات المجتمع هي اللي بتخلي صوتي مش مسموع، بتخليني دايما حتى لو انا عندي ميزه تنافسيه مش موجوده عند اي حد، هي مش باينه. انا العالم ما يعرفش ان انا موجود، العالم ما يعرفش ايه الميزه التنافسيه اللي موجوده عندي ومش موجوده عند حد تاني. تمام؟ فعشان اقدر ان انا اعمل النقطه ديت، على راي من قال لازم اكون شايف في نفسي ان انا به ابن به، ماليش دعوه بكل الاصوات اللي حواليا. وكل الاصوات اللي حواليا دي عباره عن ضجيج الا قليلا يعني. تمام؟ واركز في الطريق، الحاجه اللي انا هعملها. طب ايه اهم حاجه بعد ما اقدر ان انا افعل كل الحاجات ديت، او بعد ما اقدر اتعامل مع التكنيكس ديت، ان انا ما ابصش للاهداف البعيده وابص للخطوه القريبه. تاني، لازم اكون ببص وانا بنفذ دايما تحت رجلي. تحت رجلي ده يعني ايه؟ يعني النهارده دلوقتي ايه الامكانيات اللي انا املكها، فديت اللي انا بشتغل بناء عليها. ايه الموارد المتاحه بالنسبه لي، فدي اللي انا بشتغل بناء عليها. ايه القدرات اللي موجوده عندي، فانا بشتغل بناء عليها. وبعد كده كل ما تتطور، كل ما اتطور انا معاها حسب الامكانيات وحسب الوقت وحسب الحاجات اللي هتكون متاحه بالنسبه لي في الوقت ده. تمام؟ ففكره اني انا افكر النهارده
وان انا يكون عندي واجبات يوميه، عندي روتين يومي، عارف ان انا لما بعمل حاجه مدخلها في روتيني اليومي، فهي عباره عن مجموعه من المهام ديت هعملها لو انا زعلان، لو انا فرحان، لو انا سمعت كلام الناس ما سمعتش كلام الناس. ده اللي بيخليني بعد فتره معينه اركز على اللي انا بعمله، فيكون هو في حد ذاته هو الهدف بالنسبه لي. وكلام الناس بالنسبه لي ممكن حتى لو اثر فيا فهو مش هيوقفني، يعني حتى لو اثر فيا فمش هيوقفني. تمام. ففكك، يعني سيبك من كلام الناس. في الاخر كلام الناس لا هيقدم ولا يأخر على رأي جورج وسوف. احنا في الاخر مش يعني ما فيش فيه اي، مش هيضيف اي قيمة الكلام اللي هو المطلق، الا ناس قليلة اللي انت عارف ان فعلا كلامهم هيضيف لنا حاجة معينة، فدول اللي انا هسمع لهم، دول اللي انا كمان ممكن اروح اسألهم عشان يضيفوا لي او عشان يفيدوني في الطريق اللي انا ماشي فيه. دي النقطة اللي حبيت اشاركها معاكم النهاردة. ان شاء الله مكملين، وما تنسوش ان احنا بنتكلم ان احنا عندنا رحله المليون، احنا عايزين في شهر 6 الجاي نقفل مليون جنيه مبيعات شهريا، ده التارجت بالنسبه لنا في البراند بتاعنا رويال كادو. فتابعوا معانا ان شاء الله خلال الفتره الجايه، هنتكلم في حاجات لها علاقه بالبيزنس، وهنربطها شويه بحاجه فعليه على ارض الواقع، ايه اللي احنا عملناه عشان نقدر نتجاوز النقطه دي. فتابعونا، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.